المشكلة مش في جروس ولا بيسيرو ولا جوميز ولا أوسوريو ولا أي مدرب جه. المشكلة في الشلالية والمحسوبية. المشكلة في الأشخاص اللي حوالين الفريق اللي بيعملوا عش دبابير لنفسيهم، وكل شخص فيهم بيحاول يعمل مملكة خاصة بيه جوه نادي الزمالك. كلام كابتن أمير عزمي مجاهد للتاريخ لما اتكلم وقال جروس مشي بطريقة وحشة قوي، قلع جزمة التدريبات بتاعته لف وقال لي خدها تذكار عشان أنا ممكن ما ادربش تاني. انا ما عنديش عيال وبعاملك ان انت ابني. اللي حصل معانا في نادي الزمالك ما حصلش مع اي حد ومش هيحصل مع اي حد، ولكن الاهم والاهم هو الاشارة ان في محسوبية وان في شلالية جوه نادي الزمالك وجوه ادارة نادي الزمالك. عايزك تركز كده على ملف الصفقات لما اتكلم وقال ان كل الصفقات اللي جت كانت على عكس رغبة جروس كان عايز لعيبة واللي جم لعيبة تانية خالص. ده بقى بسبب مين؟ بسبب مسؤول وسمسار هيودوا النادي لحتة تانية بعيدة، ومش فاهم السمسار ده والله ماسك على النادي ايه. وده طبعا مش كلامي، ده كلام كابتن امير عزمي مجاهد اللي طلع وصرح على الهوا مباشرة وهو بيعيط وبيحكي وصعبان عليه حال نادي الزمالك. نادي الزمالك احد اكبر القلاع الرياضية في الوطن العربي كله، اللي بيحصل فيه ده حرام والله. وده برضو مش كلامنا، ده كان كلام كابتن امير عزمي مجاهد. ولكن ختم كلامه وقال ان جروس مشي بطريقة وحشة جدا، ولكن جروس اعطى مهلة لنادي الزمالك 3 ايام علشان خاطر يجدولوا مستحقاته. ال3 ايام عدوا فجروس هيشتكي الزمالك للفيفا، ومن قبله احد السعودي بيشتكي الزمالك للفيفا، ومن قبله مشلاك بيشتكي الزمالك للفيفا، ومن قبله اتشمبونج وخالد بوطيب وعد الاسامي كتير جدا. ولكن في الحقيقة كلام كابتن امير عزمي مجاهد للتاريخ. لو اتفرجت على الفيديوهات وشفت التصريحات كلها هتزعل على حال نادي الزمالك لو كانت التصريحات دي حقيقية. فسيب لنا رأيك بقى دلوقتي في الكومنتات وقول لنا، هل كلام كابتن أمير عزمي مجاهد ده حقيقة ولا مجرد ادعاءات بسبب إقالته مع جروس؟